السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما راكم تشوفوا اليوم جبت لكم حلوى بذوق من اللون تاعها. تعرفوا بلي هاد الحلوى ذوق البيستاش بكريمة بنينة بزاف. هذه هي الحبة من الداخل كما راكم تشوفوا في الصور. نخليكم مع مقادير الوصفة. في بداية الأمر أنا دايما نعتمد على هاد الصابلي. هاد المقادير دايما عندي نفسها، اللي هي 250 غرام زبدة، كاس إلا ربع سكر ناعم، نص كاس زيت، حبة بيض كاملة، زائد صفار حبة تاع بيض. وهنا ندير لاغوم تاع البيستاش، ندير ملعقة صغيرة منها دير لي ذوق البيستاش، ومنها دير لي كذلك اللون للعجينة، ونطلعهم بالباتور حتى تولي يولي الشكل تاعهم كريمي. هذا هو الشكل. نضيف ملاعق 3 تاع الملاعق تاع المايزينا، نخلط خلطة خفيفة. مين تخدمي الصابلي بالباتور يجيك خفيف ويجيك طري. نضيف الفارينة ونضيف لهم كيس خميرة كيميائية، حتى نتحصل على عجينة طرية. دايما تخدموا العجينة بالأصابع، ما تعجنوهاش كما الخبز، فقط تلميها بالأصابع تاعك حتى نتحصلوا على عجينة ما تنشفيهاش بزاف، كذلك حتى تجيك يابسة. هذا هو الشكل تاع العجينة. شوفوا اللون تاعها شباب، وكذلك الملمس تاعها شوفوا كي طري، ما تنشفوهاش بزاف كما قلت لكم بالفارينة. هنايا نبدا نخلي العجينة ترتاح شوية، ما نديرهاش ديريكتومون. دايما نعتمد هذه الطريقة باش نحل الكاطو. ندير دايما الكيس بلاستيكي، نحل العجينة ندير الكيس بلاستيكي فوقها ونحلها. السطح تاعها يجي رطب، ما تجيش مشقة ولا تجي عجينة وتجي حبتك متحوفة. وكذلك نقطع فوق الكيس بلاستيكي بالطابع بهذه الطريقة، تجي الحبة بومبي وتجيك تجي شابة، ما تجيش كيما تقطعيه ديريكتومون فوق العجينة. دايما كنت تروحوا تشوفوا الفيديوهات تاع الحلويات تاعي، دايما نخدمها بهذه الطريقة، نقطع فوق الكيس بلاستيكي. نكون ديجا مسخنة الفرن على درجة 180، نعمر الصني بهذه الطريقة فوق نفرش البابي كويسون وندخلهم للفرن. نحاول نحافظ على اللون تاعها باش ما يحمرليش ويروح للون هذاك الاخضر. هنايا بالنسبه للكريمه استعملت زبده الاوبلين، وهنايا جبت قيس 20 ميل تاع بيستاش، وهنا جبت هذه هي المكون اللي نستعمله في الكريمه، اللي هي الباط تاع البيستاش، راهي تباع في المحلات. شوفوا اللون تاع الزبده تاع الاوبلين، يجي بيض، ومن تطلعيها تحس طلعتي كريم شونتيي، ما طلعتيش زبده. هنا عندي 100 غرام ولا حتى 120 غرام تاع زبده،
كاس معمر تاع سكر ناعم، نطلّعهم بالباتور bon moment حتى تخفاف عندي الكريمة، عند ال10 دقايق ولا وأنتِ تخلطي فيها بالباتور حتى تخفاف. هنا نضيف لها هاديك الباط تاع البيستاش واحد الريحة تاعها ريحتها خيال، ريحتها تشهي. ونطلّعها نحاول نخلّط الكريمة بها. هنايا هاد لاباط شوية السعر تاعها شوية غالي، تقدري ديري 100 غرام ولا ديري 200 غرام انتي والمقدور تاعك. طلّعيها مليح وتنجمي تشريها هكا بالميزان، وتنجمي تشريها تانيك في دي بواط واجدة. أنا كيما قلت لكم غادي نزيد قطرات فقط تاع ذوق البيستاش، لا تاع البيستاش ماشي بزاف، مانيش باغية اللون تاعها يتبدل. هنا جبت فقط 20 ميل تاع 20,000 تاع بيستاش، ماشي بزاف، وكسرتها ما رحيتهاش بزاف رقيقة، شوية خليتها هكاك هرستها كيما نقولوا، ونخلطها بلا باتور ديريكتومون هكاك تخلطيها بالملعقة وندسها في الثلاجة قيس ما يطيب عندي كاع الكاطو نخليه يبرد عاد باش نلصقه. هنا هذا هو الكاطو بعد ما طيبته، شوفوا اللون تاعه حافظ على اللون الأخضر، والكريمة تاعي راها جاهزة. دروك نبقى نلصق حبة مع حبة، نخدم غير 2 حبات قدامكم ونكمل البقية. ديري كمية لاباس بها باش تجيك طالعة وتجيك تانيك بنتها شابة. خاش السر هنا كامل راه في الكريمة، هي اللي تعطي ذوق للحلوى تاعك. انا دائما نستخدم هذا الصابلي، دائما هاد المقادير نديرهم من نفس المقادير، نلعب فقط في الاذواق، غير الذوق اللي يختلف. صراحة انا اول مرة نخدم كاطو تاع ذوق البيستاش، وجاني شباب اللي داقه قال لي شباب بزاف. هنا كملت السني كاع لصقتهم. هنا اوليو باه نجيب اوليو باه نجيب شوكولا ونسبخها، هنا جبت شوكولا مصبوغة، هي تجي هاد اللون تاعها، هذا الذوق تاع البيستاش. هاي كاينه شوكولا تتباع كاع الاذواق. جايه هاد الشوكولا اللي تجي ملونه، ما تجيش خفيفه كيما الاخرى، تجي شويه ثقيله، يعني تبقي تساعدي فيها. توجور خلي هذاك البان ماغي من تحت الماء حامي وحطيه فوق، تبقى انت تخدمي بها وهي قاعده تخفف. هنا ما رحتش جبت، ما نكذبش عليكم، ما جبتش بيستاش، هنا رحت جبت كوكاو هذاك المسبوغ. ولا عندك تنجمي ديري بيستاش، هذا كل وحده والقدره تاعها الشرائيه.
ونديرها فوق بابي كويسون تنشف. زينتها باوراق تاع الورد الحر. هنا الورد الحر كان عندي صغير نحط حبه صغيره، ولكن الورد تاعي عندي كبيره، فضلت نقلع ورقات هكا منها عفوا، ونزين. وزينت بالورق الذهبي، ودوك تشوفوها في صحن التقديم. هذا هو الشكل النهائي بعد ما درت لها لي كيسات. الصراحه الشكل تاعها عجبني واللون عجبني. ما بقى لي غير نقول لكم نتلاقوا في ساعه الخير وفيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.